السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة العم سبايدر جيمنج. النهاردة يا شباب هنشرح ازاي تنقل حسابك من ايبك جيمز الى روك ستار. تمام. باختصار شديد، انا دلوقتي يا باشا انا عندي حساب على ايبك جيمز. تمام، زي ما انت شايف كده الحساب اهو، وجي تي ايه اهي. تمام، متسطبة عندي وهي 111 جيجا. تمام. دلوقتي انا كمان انا عندي حساب على روك ستار. تمام. عندي حساب على روك ستار، بس انا عايز يعني اوقف شويه، يعني ايه انقل من حساب بتاع ايبك جيمز، يعني ايه. انا عندي حسابين، حساب شاريه بتاع جي تي على روك ستار، وحساب على ايبك جيمز. انا حاليا كنت بلعب ايبك جيمز، دلوقتي انا عايز انقل لحساب روك ستار. تمام، عشان ايه عايز اخش بحساب روك ستار مش ايبك جيمز. طيب، خلينا كل اللي علينا اول حاجه يا باشا انا هحط الاكونت بتاعي اللي فيه حساب جي تي اي وشاريها. تمام. خلينا نكتبوا الاكونت بتاعي دلوقتي، هكتبه وهرجع لكم. طيب يا اخواتي، زي ما انتم شايفين انا دخلت الاكونت بتاعي. تمام. طبعا اول ما اخش طبيعي انتوا بيظهر لكم الخانه دي، المفروض يقول لك انسيرت او تنزل اللعبه من الكوستار. ده طبيعي. تمام. انا علشان الاكونت بتاعي شريف ايبك فهيقول لي هنا بلاي اون ايبك. تمام. زي الكوستار مربطه الحسابات في بعضيها. طب ايه حل المشكله دي يا معلم؟ حل المشكله دي بكل بساطه. تمام. كل اللي عليك خلينا كده نقفله روك ستار، او خليه كده. تمام. هنخشه على ازيز بي سي. تمام. هنخشه على الملف بتاع جي تي اي اهو، ملف جي تي اي. تمام، زي ما انتم شايفين اهو الملف كام جيجا؟ 111 جيجا. زي هنعمله زي كأننا هنمسح اللعبة، هنهيئ لشركة روك ستار اللي احنا هنمسحه اللعبة. طب ايه يا معلم هنعمل ايه؟ اول حاجة يا باشا هتيجي تغير اسم الفولدر بتاع جي تي اي ده. تمام. هتسميه مثلا اي حاجة، انا هسميه مثلا عن نفسي جاتا. تمام. اهو، وهنعمله انتر. فل يا معلم، كده عملنا انتر. هنخش هنا على ايبك جيمز، هنقفلوه. تمام، عشان كنت فاتحه بس. هتشوفوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. تمام. هنقفل ايبك جيمز، وخلينا هنا هنقفل روك ستار برضو. تمام. بعد كده نبتدي نفتحهم بالشكل ده، نفتح ايبك جيمز. تمام. وهنفتح روك ستار. تمام. هما كده احنا بنهيئ لشركة روك ستار اللي احنا مسحنا اللعبة وعايزين ننزلها نلعب على روك ستار، مش عايزين نلعب على ايبك. زي ما انتم شايفين هتلاقوا عندنا، نخش على المكتب هتلاقي عندنا اللعبة اتمسحت. اقول لك تثبيت اللعبة، واللعبة يا معلم ما اتمسحتش، ما تقلقش. تمام، اللعبة لسه زي عندنا اهي. هنخش هنا. تمام. هنعمله كده نحددها بس. تمام، وهتلاقي اللعبة موجودة زي ما هي، ما تقلقش. تمام. هنبتدي يا معلم، فكنا بقى من ايبك جيمز. احنا بقى احنا ايه مش عايزين نلعب على ايبك جيمز، عايزين نلعب على روك ستار. هنخش على الحساب بتاعنا. تمام. هنبتدوا هنكتب كلمة السر وارجع لكم تاني. طيب يا شباب، زي ما انتوا شايفين كده دخلنا الحساب وجات لنا كلمة insert now. بعد ما احنا عملنا الحركة اللي احنا غيرنا اسم الفولدر وكده. تمام. اللعبة بقت جات لنا insert now. هنبتدوا يا باشا ننزلوا اللعبة كده وندوسوا insert now. نزل اكنه هينزل 111. طبعا انت هقول لك هتعمل ايه دلوقتي. هتدوس ماشي insert. تمام، اللعبة هتبتدي تنزل عليك مع عندك بالشكل ده. هتخليها تنزل بتاع حوالي 10 ميجا بايت ولا حاجة. اهو 3 ميجا بايت، 6 ميجا بايت، مثلا 10 ميجا بايت اهي. انا عملت ليه خليتها تنزل 10 ميجا بايت مثلا عشان تنزل معانا الفولدر بالشكل ده. استنى خلينا ندور عليها اهو، فولدر في الاخر اهو. تمام. خلينا ايه نقفلوها كده ونفتحه من هنا. طبعا زي اول طبيعه روكستار بيديلك مره واحده ال 110 جيجا، وهي بقى تبقى تسطب مع حلقه. كل اللي عليك يا معلم هتخش على تمام. هنبتدوا هندوسوا هنمسحوا الملفات دي كلها. الملفات دي احنا مش محتاجينها. اقول لك هتعملوا ايه. هتدوسوا شيفت ديليت. تمام، هتمسحوها خالص الملفات. تمام. بعد كده هنرجع عند الفولدر بتاع جي تي اي ده، هناخدوه قط. تمام، هناخدوه قط. بعد كده هنحطه ايه في الفولدر بتاع جي تي اي. تمام. زي ما انتوا شايفين اخدنا الملفات بتاعت ايبك جيمز القديمه حطيناها هنا، ومسحنا ملفات روكستار. زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، اعملوا الحاجات اللي انا بعملها دي وهتظبط معاكم ان شاء الله. كل اللي عليك واياك ثم اياك
تلغي التنزيل ده، هتلغي التنزيل ده اللعبة كلها هتتمسح من عندك. هتبتدي هتستكمل تنزيل اللعبة. شايف كده؟ ما تفك، ما انت ما تقلقش، مش 72 جيجا هتنزل، لا لا، ده هو زي تحميل خفيف كده بس عشان بس اللي اللعبة موجودة وكل حاجة. طبعا اللعبة ممكن تنزل معاك في ثانية، بس هي ساعات بتظبط معايا في أقل من 5 ثواني تظبط معايا، وساعات ايه بتطول، ممكن تخليها بتاع دقيقة كده ولا حاجة هتحمل مع حلقة. خلينا نستنى لغاية لما التحميل يحمل. زي ما انتوا شايفين كده يا شباب، اللعبة نزلت معانا بالشكل الطبيعي، وظهر لنا كلمة بلاي، وحلينا المشكلة بتاعت كلمة بلاي اون ايبك جيمز. تقدر دلوقتي تخش تلعب بحسابك روك ستار وانسى حسابك ايبك. وانا طبعا داخل الحساب ده لان انا بشحن جي تي اي اونلاين وكده، وده شخص جاي يشحن مني، واستأذنت طبعا ان انا اصور الفيديو ده. وهرسيب لكم برضو رقمي في تحت في الوصف، خشوا كلموني وهتلاقوا اسعار جامدة يعني هتعجبكم ان شاء الله. بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الشرح يكون عجبكم، واحفظ الفيديو عشان لو نسيت الطريقه ارجع لها تاني، ومتنساش تعمل لايك والاشتراك في القناه. وبس كده يا شباب، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.